أهلا بيكم في مخمخة البودكاست اللي اتعودنا إن احنا نتكلم معاكم من القلب. ازيك يا دينا؟ ازيك يا سينا؟ هنتكلم على ايه النهاردة؟ النهارده هنتكلم على جوز صاحبتي. جوز صاحبتي. بس مش صاحبة جوزي، مش ما ده يعني كده مش نفس صاحبة جوز. الكونسبت. صاحبة جوزي حاجة وجوز صاحبتي حاجة. دلوقتي احنا بنتكلم على جوز صاحبتي اللي بيخون صاحبتي، او اللي انا شفته مع واحدة ومش عارفة اقول لصاحبتي ولا ما اقولش لصاحبتي. انتي رأيك ايه؟ ده السؤال اللي ب1,000,000 جنيه، اللي في كل حتة بنقعد كستات نتكلم فيها بنبقى مش عارفين هل المفروض أروح أقول لصاحبتي ولا المفروض ما أقولهاش. انتي ما فكرتيش ان انتي لازم تقولي لها، عشان كده انتي بتبقي بتنقذيها من علاقة مزيفة مثلا، او حياة مش حقيقية، او قبل ما هو يغدر بيها هي برضو تبقى عارفة. بس يا دينا ممكن نكون ظالمين الراجل، أو يكون في مثلًا سوء تفاهم وإحنا مش فاهمين الوضع إيه بالضبط. بصي يا سينا، انا شايفة ان احنا نقول لها عشان هي ما تعيش في خداع ولا تعيش في كذبة. لان انا بشوف ان الصديق اللي هو بيصدقك القول. يعني انا صاحبتها، فما ينفعش ان انا ابقى عارفة حاجة وما اقولها لهاش او اسيبها على عماها، لازم اقول لها. أيوه يا دينا، بس أنتِ عارفة في ناس ما تقدرش تستحمل الحقيقة. أنتِ ممكن تكوني بتظلميها بإن أنتِ واجهتيها في وشها بحقيقة مؤلمة هي ما تقدرش تستحملها. طيب هي لو في خيانة فعلا او في خطر بيحصل من ورا ظهرها، هي اوريدي في علاقة مش حقيقية، هي في علاقة مزيفة. فهل مش أنا المفروض أنبّهها، لإن هي already عايشة حياة fake أو بيتضحك عليها فيها؟ بس أنتِ عارفة ساعات لمّا أنتِ بتروحي تقولي لها الحقيقة دي، أنتِ مش بس بتدمّري حياتها، أنتِ بتدمّري ثقتها كل الناس اللي حواليها. يعني مش بس العلاقة دي اتدمّرت، حتى لو العلاقة دي أصلًا مدمّرة من قبل ما هي تفهم، ولكن كمان فكرة إنها ما يبقاش عندها ثقة في بقية الناس، وثقة في حياتها وفي نفسها حتى. طب يا سينا، أنتِ لو مكانها تحبّي تعرفي؟ يعني أنا لو شُفت جوزِك مع واحدة، آجي أقول لِك والّا ما أجيش أقول لِك؟ ما يمكن أمّا أحب اللي ييجي يقول لي يبقى حد قريب مني أوي، إنما مش متخيلة إني هاتقبلها من أي حد شاف وما هواش صاحبي أوي. طب إيه فكرة إننا قبل ما نقول لها نتأكد؟ ما أعرفش نتأكد إزاي، بس ممكن نتأكد منّه، ممكن نتكلّم معاه، أو مثلًا نفهم مين دي وإيه الحكاية، عشان زي ما أنتِ قُلتِ ما نبقاش ظالمينه. أنا مش عارفة إذا كان أصلًا هيبقى في مساحة من إن إحنا نروح ونسأله سؤال زي ده، وهيقدر يرد علينا وهيسمح لنا بالسؤال ده والّا لأ. وبعدين مين قال لِك إنه برضه في الآخر مش هيقول إن ده أي كلام وبيتهيأ لكم إن ده مش صحيح. طب أنتِ شايفة إن إحنا هنقف نتفرّج؟ ما إحنا لو ما قُلنالهاش وسِبناها عايشة مع سلامها الداخلي وما بوّظناش حياتهم، وما اتقالش علينا بنخرب البيت وكل الكلام اللي ممكن يتقال ده، طيب هنقف نتفرّج؟ يعني شُفناه عادي؟ بُصّي يا دينا، هو أنا مش معترضة على اللي أنتِ بتقوليه، بس بابقى دايمًا قلقانة إنه يسبب ضرر أكبر. يعني يجوز إنه ما تعرفش أحسن من إن هي تعرف ويحصل حاجات أكبر بكتير نبقى إحنا السبب فيها. تعرفي هي متوقّفة على إيه؟ هي متوقّفة على أنتِ بتبقي عارفة character صاحبتِك، هي هتتصرّف إزاي، هتتصرّف بعقل والّا هتتصرّف بجنان، هتروح وتعترف له تواجهه يعني بالمشكلة وتقول له اللي عرفته، والّا هتتصرّف بحكمة وتفكّر وتشوف إيه هي بقى اللي تتحرّى عن الموضوع، دي حاجة. تاني حاجة برضه، هُم في أنهي stage من العلاقة، يعني مثلًا ممكن تبقى خطيبته، مثلًا لو شُفتِ خطيب صاحبتِك، لأ، جوز خطيب صاحبتِك، صاحبتي ده أكيد هتقولي هتروحي تقولي من الأول، لإنه بالضبط. ليه تكمّل من الأول حاجة زي كده. طيب في حاجة تانية، قوة العلاقة بينِك وبين صاحبتِك، ده أكيد. عشان وأنتِ بتقولي لها ما تخشيش في حتة إنه هي ممكن تشُك فيكِ أنتِ، يعني أو مثلًا تبقى هي عارفة ومخبية عليكِ أنتِ الحكاية. ما ده برضه حاجة ده احتمال قائم، إن هي أصلًا تبقى عارفة بس مش عايزة تقول لنا. فأنا لمّا أروح أقول تجرحيه. لها ممكن أبقى باحرجها. بالضبط. مش بس تبقى يعني كشفت حاجة هي مش عايزة تقولها، ممكن كمان ساعتها مضطرية تاخد موقف هي كانت ناوية ما تاخدوش، إنها تُقف لإن منظرها بقى مثلًا أنتِ إزاي عارفة حاجة زي كده وساكتة قدّام الناس، فتضطر إنها تاخد يعني رَد فعل هي كانت في الأساس مش عايزة تعمله. أنتِ عارفة إن أنا اتعرّضت للموقف ده، أنتِ عارفة. إمم. لأ، شُفت واحدة صاحبتي، جوز صاحبتي نزل من بيت ومعاه واحدة،
ورُحت سلِّمت عليه وفاكراها أخته أو قريبته، وبعد كده عرفت إن هو بيخون صاحبتي فعلًا، ولغاية النهارده ما عرفتش أقول لها، وعشان كده أنا نِفسي الناس تقول، لإن أنا ما قدرتش أقول لها لإن خُفت إنه أنا مش عارفة أنا كده باخرب بيتها أنا عايزة أقول لِك حاجة، أنا مش عندهم أنا ولاد كمان أيوه، بس أنا صغيرين. اتحطيت في نفس الموقف ده، بس مش أنا شخصيًا، يعني واحدة صاحبتي شافت نفس الموقف شبه اللي أنتِ بتقولي عليه، وراحت قالت لمراته. اللي حصل إيه، إن مراته ما صدقتهاش وقاطعتها. قلبوا عليها هي، أيوه، وقلبوا عشان عليها. كده ساعات. ف بُصّي، هي دايمًا الواحد هيحس بالذنب شوية، إنه يعني أنتِ أكيد الموضوع ده مضايقِك إنِّك لغاية النهارده ما قُلتيش. طب استني عايزة أقول لِك حاجة، لو أختِك هتقولي لها والّا لأ؟ مش عارفة برضه، يعني على حسب الموقف. ما هو أكيد لو أختِك هتقولي لها أو هتعملي reaction، مش معقولة تفضلي على تفرّجي. فكرة ما فيش حاجة أكيدة، ما تعرفيش ظروف هتروحي تكلميه على الأقل. ممكن، هتتخانقي، ممكن طبعًا. ما هي صاحبتِك أوقات بتبقى زي أختِك، يعني عشان كده باقول لِك هي في الأول وفي الآخر ما مدى قربها منِّك بالضبط. والشخصية اللي قدّامِك واستيعابها للي أنتِ هتقوليه هيبقى شكله إيه. في ناس ما عندهاش استعداد تصدّق أصلًا. وفي طيب حاجة تانية كمان، إيه؟ أنتِ عارفة إن في واحدة صاحبتِك ممكن تبقى بتثق في جوزها جدًا، فأنتِ تبقي هتسببي لها صدمة رهيبة لو قُلتِ لها، ما ده اللي فما باقوله لِك، تقدريش تقولي؟ ما ده اللي باقوله لِك. أنتِ عارفة إنها كل ما كانت ممكن واثقة يقول فيكِ لها ده أكتر. أي كلام لأ، وصحابِك ما مش بس بيحبوكيش. كده، حتى لو هي هتتصدم، هتتصدم فعلًا صدمة عمرها لو هي واثقة فيه أوي، يعني لو هي شايفاه ملاك ومش بيغلط، وأنتِ رُحتِ خبطاها الحقيقة كده في وشها، طبيعي إن هي فعلًا زي ما أنتِ قُلتِ ممكن تتصدم وتتضايق وتكتئب وييجي لها. إذا كان أنا شخصيًا مش عارفة لو حد قال لي كده هareact إزاي مش هاكذبها ومش هاصدقها، بس لازم هاعرف، يعني بس عندِك حق، هي دي الفكرة إن جات لِك معلومة لغاية عندِك، بالضبط. يعني على الأقل شوفيها صح والّا غلط. لازم ما اقدرش اظلمها، لإن برضه أنا مش معاهم، ما شُفتوش ما اعرفش، بس هاتأكد بنفسي وبناءً عليه بقى أبقى آخد الreaction مضبوط. بس. صح. قولوا لنا بقى، لو أنتم مكاننا هتعملوا إيه؟ يعني لو أنتِ شُفتِ جوز صاحبتِك مع واحدة واتأكدتِ فعلًا إنه بيخونها، هتقولي لها والّا هتفضّلي تسكتي وتبعدي عن المشاكل؟